السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. 108 ألف أخ وأخت في هذا الحساب، حساب أخونا كروم الحيمي شخصيا. نحييكم تحية طيبة. وبعد طبعا اليوم أنتم متعودين من هذا الحساب ما يتم النشر عنه إلا عن طرف كروم الحيمي ومواقفه المشرفة مع المظلومين ومع المساكين ومع أي شخص يناشده. يعني كروم والله العظيم رجل ما بيقصر مع أي أحد، والمعروف لا يعرف طبعا، والمثل يقول لولا المواقف ما عرفنا الجيد. طبعا اليوم قضيتنا ووقفتنا بتكون مع أخونا كروم الحيمي شخصيا، وأنتم أصل العرب وأنتم أهل النخوة والشهامة، وهذا من عوايدكم، يعني ما يحتاج نوصفكم. الشعب اليمني أرق قلوبا وألين أفئدة. فقط أخونا كروم الحيمي ما قدر أنه يطلع يتكلم أو أنه يطلع يشكي، يعني من معزة النفس اللي فوقه. قد وقف معه كم من قضية، كم من شخص، وأنتم عارفين بذلك، يعني ما يحتاج أني أحكي لكم، الحساب عندكم. وقضيتنا اليوم معانا سقف بيت كروم الحيمي. كروم الحيمي لولا يعني قدر الله أن كان السقف نقع فوق الوالدة، بس الحمد لله ما كانوش موجودين في البيت. فالرجال مستحي وما قدر انه يطلع يتكلم، وما في صاحب الا وناشده، وما في اي احد الا وراح وحاول انه بس كذا. انتم عارفين الاوضاع في اليمن كيف، يعني قفلت مع الرجال من الاخير. وهذا كرم اخونا، واحنا ما بنخليه يعني اخونا يلتجي لاحد، الله المستعان. والله لا نقوم بالواجب باللي نقدر عليه، كل واحد باللي يقدر عليه، اللي يقدر ينشر المنشور واللي يقدر يشارك، وفاعلين الخير كثير، وان شاء الله ان ربي يكتب ما فيها الخير. بحط لكم الفيديو حق كروم الحيمي وتشوفوا انتم السقف وتشوفوا ايش الحاصل يعني بالكامل. وتحياتي لكم، واتمنى من الجميع المشاهير والمشهورات واي واحد سواء في جميع برامج السوشيال ميديا، في التيك توك، في الفيسبوك، في الانستا، انكم تنشروا الفيديو وتوصلوا خبر اخونا كروم، والدال على الخير كفاعله. بس تشوفوا انتم كل شيء بنفسكم، وان شاء الله ان احنا نقدر نجمع مبلغ بسيط ونصلح الوضع ونصلح السقف حق البيت. يعني ما بننتظر للرجال لو ما يسقط السقف حق البيت وبعدين نرجع نتضامن، وبعدين فما بش احلى من البدايه. بحط لكم الفيديو وانتم شوفوه، وان شاء الله فيكم الخير وما فيكم اي قصور. وتحياتي لكم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ما أنا داري كيف أبدأ لكم، ولا أنا داري كيف أدخل في الموضوع. خلونا أوريكم بعدها. صح، حياكم بالله، سألتكم بالله هذا يرضيكم. هذا بيتنا طبعا، بيتنا الغرف كامل هكذا كلهن من المطر، والغرف كامل هكذا، والفراشات كلهن تخسعين وكل شيء خرب. أنا من بداية المطر وأنا ساكت، ويعني وبين كابر، وما أشيش أوصل لهذا المرحلة، ما أشيش أوصل إني أطلب الفزعة لنفسي. فهذا أول فزعة أطلبها منكم. يعني يا جماعة الخير، إيش أقول لكم، بيتنا والله قد وين كح الصدق. أين أسير لمن أتلجأ؟ اتصلت لكم من صاحب، اتصلت لي بيمكنوني خطوة بعد أنا طالب منكم الفزعة، كل واحد الذي يقدر يفزع معي. أنا ما بنقصرش مع الجميع بفضل الله، وانتو الذي يشتي يفزع معي فوق عيني وراسي. على رقمي 7209282366. الاسم كامل عبد الكريم محمد علي يحيى الحيمي. هيا شاهدوا. اقسم بالله قد هذا نكع طبعا امس، نكع من المطر، لا ما قد كان ينكع فوق البيت. كل شيء خرب، الفراشات، كل حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. اقسم بالله اننا ميت خزع. تحياتي.